وانديه المغرب. الموضوع ده انا عايزه يثبت عند شبابنا عشان ما نوصفش الظالم بانه قوي، ما نوصفش البلطجي بانه ده راجل اسد، لا. الاسد والقوي والحاجات دي بتتقال على اللي بياخد حقه بحقها، اللي بياخد حقه بما يجب وبما يكون وفقا للعداله، مش وفقا للظلم والفساد والزور اللي بيمارسه فوزي الاقصى. هقول هنا واقعه في موضوع المغرب ده. 2019 كل الناس عارفه دوري ابطال افريقيا انسحب الوداد اعتراضا على الحكم اللي ما حسب لهمش هدف ضد الترجي. الوداد انسحب بالفعل، الحكم كتب ان الوداد انسحب وتوج الترجي التونسي. خرجت لجان الاتحاد الافريقي، ما اعرفش انهي لجنه فيهم من المسميات اللي بيطلعوها دي، اقرت باعاده المباراه والوداد كان انسحب. تعال بقى الواقعه بتاعت المغرب والسنغال، منتخب المغرب ومنتخب السنغال. يا جماعه المباراه الواقعه دي كان يقبل ليها ظل من الحقيقه في حاله واحده فقط، لو منتخب المغرب كتب الحكم في تقريره اللي لعب المباراه ان المباراه انا الغيتها لكن اكملتها حفاظا على الشق الامني. لو ده كان حصل كان يبقى ساعتها من حق المغرب تقول البطوله بطولتي، لان الحكم الغى المباراه بناء على انسحاب لعيبه السنغال. لكن الحكم ما كتبش في تقريره الكلام ده، وتقرير مراقب المباراه اللي هو بالمناسبه كان احمد مجاهد تابع هاني ابو ريده هنا في مصر، الشله اللي بتدير كده، ما كتبش في تقريره حاجه من الكلام ده. بالمناسبه كمان تقرير مراقب المباراه لا يلغي المباراه، ملوش دعوه، اللي بيلغي المباراه هو حكم المباراه، التقرير بتاعه هو اللي يقول.